السلام عليكم متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كلشي على خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه، او بالاحرى اكله زوينه. غنشارك معكم اليوم الزعلوك بالطريقه ديالي، كيجي بنين وسهل حتى في التحضير. 5 دقائق كيوجد. اولا كنحتاجو، عندي هنا الفلفله، الدنجال مطيشه، عندي هنا فصوص ديال الثوم، وكل واحد يدير القياس على حساب العائله ديالو. غادا نقي هادشي ونقردو ونرجع معكم من بعد ما نقيت الدنجال وقرطته على الشكل ومطيشه والفلفله والثومه خليتها بحال هكا ودرت الربيع. غندير دابا هي العطريه. عندي العطريه تقريبا كامله مع هذا سكينجبير. غنديرو هنا معلقه ديال التحميره، معلقه عامره. غنديرو الكمون حتى هو معلقه، ديرو خرقوه معلقه. غنديرو الملح دائما حسب الذوق. غنديرو هنا الزيت، غنضيفو كاس ديال الماء عامر، وغنسدو على الكوكوط ديالنا ونديرو البوطه بالمهل ونسدو مده 5 دقائق ولا 10 دقائق ونحلو عليها. بعد ما طاب وطفينا عليه حنا معكناه على كيف هذا الشكل، كيف ما تشوفوا على الشكل هذا. عكناه بالخوص بسيطه طولنا على الشكل. هذا اثناء على طاب قلت لكم كياخذ الوقت معكم بزاف. دابا غادي نقدموا معكم النتيجه النهائيه كيفاش كاينه. هذا هو الشكل النهائي ديال الزعلوك ديالنا. كيجي على الشكل، كيجي مدغمر كيف ما كتلاحظوا. غير جربوه راه كيجي زوين وبنين وبطريقه سهله. هذه الغديوه ديالنا المتواضعه، بغيت نشاركها معكم. كله خير في دارو. يلا ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ودعموني في القناه. نتلاقى في وصفه جديده ومع فيديو جديد ان شاء الله.